صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونقدم لكم فيما يلي فقرات برنامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن الأخبار، يليها بيان من جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الإريترية، ثم حلقة بعنوان سبتمبر بأصوات المناضلين، وأخيرا برنامج مصطلحات ودلالات. أطيب المتابعة نتمناها لكم مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وفي مستهله إليكم عناوين الأخبار. حلول الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الإريترية. مدينة جنيف السويسرية تشهد مظاهرة إريترية حاشدة. المؤتمر الوطني لعفر البحر الأحمر ينظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في كندا. الحكومة الإثيوبية تعد لزيارة منسوبي القوات البحرية الإثيوبية السابقين إلى إريتريا. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. يحتفل الإريتريون اليوم في كل مكان بمرور الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الإريترية وإعلان الكفاح المسلح تحت راية جبهة التحرير الإريترية. ففي مثل هذا اليوم وقبل 57 عاما أطلق الشهيد البطل حامد إدريس عواتي من جبل أدال الشامخ شموخ الأرض والإنسان الإريتري، أطلق الطلقة الأولى التي شكلت بداية مرحلة جديدة في استرداد الحق في الاستقلال الوطني الذي تم التكالب عليه من مختلف القوى، وبفضل تضحيات عظيمة قدمها الشعب الإريتري في مسيرته النضالية تحقق له ما أراد بطرد آخر جندي من بلاده في مايو 1991. غير أن ذلك الاستقلال للتراب الوطني لم تواكبه تطلعات الإنسان الإريتري في الحرية والعدالة والديمقراطية. فتمر اليوم هذه الذكرى وقد مر على الاستقلال ما يقارب 3 عقود، وهو يواجه الطغيان والتنكر لأبسط حقوقه الوطنية والإنسانية من نظام جاء للحكم بشرعية الثورة وتضحيات الشعب الإريتري. غير أن تطلعات وآمال الشعب الإريتري في الحرية والانعتاق ستتحقق قريبا بفضل صموده وإصراره وتضحياته. شهدت مدينة جنيف السويسرية مظاهرة إريترية حاشدة تقاطر إليها الإريتريون من مختلف الدول والقارات، ولا سيما أوروبا وأمريكا، وبمختلف مشاربهم السياسية والمدنية. جمعهم الحرص على الوطن الذي يتعرض لمخاطر جمة في هذه المرحلة تحديدا، رافعين شعارات تندد بسياسات النظام الدكتاتوري وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط عليه لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحريات العامة، ودعم مطالب قوى التغيير في تحقيق التحول الديمقراطي في إريتريا. كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل النظام الدكتاتوري وتندد بسياساته في مختلف المجالات، وتتضمن كذلك دعوة دول الجوار ولا سيما إثيوبيا بعدم المساس بالسيادة الوطنية الإريترية
وتؤكد في ذات الوقت أن السلام الدائم بين الشعبين الإريتري والإثيوبي لن يتحقق في ظل نظام إسياس وتجاهل مصالح الشعب الإريتري. كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بضرورة ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. هذا وتشهد مدينة جنيف هذا اليوم لقاء تفاكريا للمتظاهرين حول أنجع الوسائل لتفعيل دور المعارضة الإريترية واستعراض التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد الوطن في هذه المرحلة وكيفية التصدي لها. يذكر أن اللجنة التحضيرية سبق وأن أصدرت في 25 تصريحا صحفيا يتضمن أهداف فعاليات جنيف الذي اقتصرت بعد أخذ ورد بين المنظمين على قضية إنجاح مظاهرة 31 من أغسطس وإجراء حوار مفتوح حول الأوضاع الراهنة في البلاد في الأول من سبتمبر الحالي، وبذلك أسدل الستار على اللغط الذي واكب عملية التحضير لفعاليات جنيف. وفقا للتصريح الصحفي الصادر من أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني لعفر إريتريا، تم تنظيم وقفة احتجاجية في 27 من شهر أغسطس المنصرم أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الكندية أوتاوا. شهدت الوقفة حضورا إريتريا مكثفا، وذلك استنكارا لما يتعرض له المواطنون الإريتريون في دنكاليا من عمليات قتل وتطهير عرقي وتهجير قسري من أراضيهم وجرف أراضي الملاحات التي توارثوها جيلا بعد جيل من قبل النظام الدكتاتوري ودولة الإمارات، بالإضافة إلى استهداف الطيران الحربي الإماراتي في عصب الصيادين الإريتريين في دنكاليا في المياه الإقليمية لبلادهم. حمل المتظاهرون لافتات عديدة كتب عليها دنكاليا ليست للبيع، وأخرى تطالب بوقف سلاح الجو الإماراتي، قتل الصيادين الإريتريين، ونهب الثروات الوطنية، ورحيل القوات الإماراتية من دنكاليا. هذا وقد سلم رئيس المؤتمر الوطني لعفر إريتريا مذكرة بهذا المعنى للسفارة الإماراتية، كما تم إرسال نسخ منها إلى كل من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة الكندية وسفارة المملكة العربية السعودية بكندا. طلبت الحكومة الإثيوبية من منسوبي قوات البحرية الإثيوبية السابقين التأهب لزيارة إريتريا عبر طريق عصب. يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أكد في الاجتماع الذي عقده في الفترة الماضية مع القيادات العسكرية العليا على أن إثيوبيا تواصل تحديث وتطوير قواتها البرية والجوية، كما أكد أن لديهم برنامج لبناء وتطوير قوات بحرية. وتضيف مصادرنا بأن هذه القوات ستقوم بزيارة معسكرات القوات البحرية الإريترية. إن هذا التطور وما يجري من أوضاع في بلادنا في الوقت الراهن يتم وفق مشيئة رجل واحد، وفي ظل تجاهل تام لعملية ترسيم الحدود التي راح جراء الخلاف حوله عشرات الآلاف من الشعبين. من الواضح أن تجميع القوات البحرية الإثيوبية السابقة ومحاولة دمجها مع القوات البحرية الإريترية بالإضافة إلى إجراءات مماثلة سابقة تضع استقلال وسيادة ووحدة إريتريا التي قدم الشعب الإريتري في سبيلها تضحيات جسيمة على المحك. وكثيرون من الوطنيين كانت تنتابهم شكوك حول عملية السلام الإريتري الإثيوبي وما يمكن أن يشكله من مخاطر على السيادة الوطنية الإريترية في ظل تهافت رأس النظام، غير أنهم لم يكن يتصورون أن تتطور وتصل الأمور وبهذه السرعة إلى مستوى إعادة تشكيل القوة البحرية الإثيوبية السابقة للعمل في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.
بيان جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الإريترية. خاض الشعب الإريتري منذ أربعينيات القرن الماضي نضالا سلميا من أجل استقلال بلاده، فعقب توقف الحرب العالمية الثانية وانتصار الدول الحلفاء وهزيمة دول المحور التي كانت الدولة المستعمرة لإريتريا وهي إيطاليا أحد أقطابها، خضعت مستعمراتها التي من بينها إريتريا لسيطرة الحلفاء، فتم معالجة مصير إريتريا على حساب تطلعات الشعب الإريتري في استقلاله الوطني، مما اضطره إلى إعلان الكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر عام 1961. أطلق شرارته الأولى الشهيد القائد حامد إدريس عواتي ورفاقه الميامين من جبل أدال الشامخ تحت راية جبهة التحرير الإريترية، وذلك إذانا ببداية مرحلة جديدة وآلية نضالية مختلفة تستند إلى مفهوم ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة في مواجهة الاحتلال الإثيوبي. وبعد نضال مرير وطويل وتضحيات جسيمة تمكن شعبنا من طرد المحتل الإثيوبي من ترابه الوطني في عام 1991، وتم إعلان الاستقلال الوطني عقب إجراء الاستفتاء في عام 1993. بعد هذا الإنجاز الوطني الكبير كان شعبنا يحدوه الأمل في إقامة دعائم دولة الحرية والعدالة والسلام، والعمل على إعادة اللاجئين إلى ديارهم وإرساء نظام سياسي واقتصادي يستجيب لتطلعاته ويزيل كافة مخلفات الاحتلالات المتعاقبة على بلادنا، ليعيش شعبنا في كنف وطنه معززا مكرما يفتخر بانتمائه له. إلا أن قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ضربت عرض الحائط بكل تلك التضحيات والآمال، وبدأت تسرع الخطى في اتجاه ترسيخ دعائم نظام ديكتاتوري، مستغلة في ذلك نشوة الانتصار لدى شعبنا. وكانت حصيلة 27 عاما من هذا الحكم الجائر صنوفا من القهر والإذلال والسجون والقتل والجوع واللجوء وامتهان الكرامة الإنسانية بصورة لم يشهدها شعبنا حتى في أسوأ فترات الاحتلال الإثيوبي. واستكمالا لنهج الإذلال وامتهان كرامة الإنسان الإريتري، بدأ نظام إسياس أفورق الدكتاتوري مؤخرا التآمر والتلاعب بالسيادة الوطنية الإريترية الممهورة بدماء وعرق ومعاناة شعبنا بذرائع سلام غير واضح المعالم. لا شك بأن الشعب الإريتري تواق للسلام أكثر من غيره مع أي كان، ومن باب أولى مع دول الجوار ولا سيما مع إثيوبيا، بيد أن المدخل الحقيقي للسلام مع دول الجوار هو تحقيق السلام الداخلي في إريتريا واحترام السيادة الوطنية، وهذا غير موات في ظل نظام إسياس وسياساته الإقصائية والتآمرية. إن الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الإريتري تضع القوى الوطنية الإريترية أمام مسؤولية تاريخية جسيمة يتطلب منها توحيد جهودها وتسخيرها في سبيل إنقاذ الشعب والوطن من براثن النظام الدكتاتوري وممارساته اللا إنسانية. وفي الوقت ذاته فإن مسؤولية إنجاز التحول الديمقراطي في هذه اللحظة التاريخية تقع أيضا على عاتق كل وطني حادب وغيور على إريتريا ومستقبلها. ولا يسعنا في هذه المناسبة التاريخية العظيمة إلا أن نهيب بكافة قوى التغيير الديمقراطي التسامي فوق خلافاتها الثانوية، وعدم إهدار الوقت والجهد والعمل على ترتيب أولوياتها النضالية بما ينسجم مع التحديات التي تواجه شعبنا وبما يحقق تطلعاته في الحرية والانعتاق. ويأتي على رأس هذه الأولويات العمل على إسراع وإنجاح المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. إننا في جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية
وإذ نقدر الجهود الراهنة في هذا المضمار نجدد التأكيد على أننا لن ندخر وسعا في سبيل توحيد جهود قوى المعارضة بما يخدم التغيير الذي ينشده شعبنا. ختاما، ندعو جماهير شعبنا في الداخل والخارج وقواه السياسية والمدنية إلى مضاعفة النضال من أجل استكمال أهداف ثورتنا المجيدة. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نحيي جماهيرنا الإريترية التي اتجهت من كل مكان إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في التظاهرة السلمية الحاشدة للتنديد بسياسات النظام القمعي في إريتريا وتعرية توجهه المعادي للسلام والديمقراطية أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأمام الرأي العام العالمي. عاشت ذكرى الفاتح من سبتمبر، عاشت إريتريا حرة وديمقراطية. السقوط للنظام الدكتاتوري، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، الفاتح من سبتمبر 2018. شعبنا أسفروا، علمانا قاتلوا، وأقششت آسروا، شباب من عدوا أفقروا، حكمهم قبقى بمورا، وفتحهم هلولو هلولو هلولو، بيلا بيلو هلولو هلولو هلولو، بيلا بيلو هلولو هلولو هلولو، بيلا بيلو. سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا، حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا، حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. إريتريا عدناتا النديبة ولينا، نشق النضالنا نتهاجل لتاريخنا، ناشف يلا عد ما يوم شهداء لثورتنا، يا هو كفة ما تكفل، نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا، نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا. نستسلم أبينا نستسلم أبينا، بدير ما توزعنا كثورة ودينا، بدير ما زلمنا كثورة ودينا. جلاب فتح جلاب سلام، جلاب فتح جلاب سلام، سلام سلام كريستيان وإسلام، سلام سلام كريستيان وإسلام.
دمار لنا غسل الدمر حنات وسبدار حتى تزعلنا كيف ولو ما تفكر كيف ولو ما تفكر حتى تزعلنا كيف ولو ما تفكر كيف ولو ما تفكر مستمعون الكرام، نرحب بكم في حلقة خاصة بأصوات المنادلين بمناسبة الفاتح من سبتمبر. الفاتح من سبتمبر، هذا التاريخ المجيد، في اعتقادي أنه هذه السنة في 2018 مع المستجدات الجديدة المحيطة بالوضع الإريتري والإقليمي، أعتقد أنه هذا التاريخ المجيد يعيد نفسه، لأنه في الواقع الحاضر وللأسف الشديد بعد ما قطعنا مشوار طويل لتحقيق الاستقلال الكامل لإريتريا، والشعب الإريتري دفع يعني تضحيات جسيمة، للأسف الشديد اليوم كل التضحيات من أجل السيادة الوطنية الإريترية والاستقلال الكامل لإريتريا أصبح اليوم في وضع للأسف الشديد يعني حرج جدا، بسبب الخضاع والسياسة الغير موضوعية لحكام إريتريا. وبالتالي حين نحتفل بهذا اليوم المجيد، يوم الفاتح سبتمبر، هذه الطلقة الأولى اللي أعلنها المناضل الكبير الزعيم الوطني الكبير حامد إدريس عواتي، يعني اليوم كل المواطنين الإريتريين دافعوا عن كرامة الشعب الإريتري وناضلوا من أجل استقلال إريتريا. علينا أن نتفاكر في هذا اليوم لإنقاذ ما هو ممكن إنقاذه، وننتزع إريتريا من السيطرة للدكتاتور إيساياس، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وبالتالي ندائي أنه الفاتح من سبتمبر هذا العام تكون انطلاقة جديدة لكل القوى المحبة للسلام، ولكل القوى اللي تنادل من أجل الديمقراطية. وشكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين، عيد الثورة الإريترية الفاتح من سبتمبر. عاده الله على الشعب الإريتري وقد تحرر من الطاغية وأمراده. وفي الفاتح من سبتمبر هذه السنة طعم خاص، وإن كان هذا الطعم مر كالعلقم، لأنه الشعب الإريتري نادل من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل الكرامة، ولكن هذه الكرامة والأمل في بناء وطن حر
راح أدراج الرياح مع مجيء الطاقية سياس، ولكن كما أسلفت مر كالعلقم في هذه السنة، لأنه ما شاهدناه في السنتين أو في شهرين 3 كان فعلا ما لم يتوقعه أشد الناس تشاؤما، لأن سياس باع هذا الوطن برخيص، وذلك ليس إلا لإنقاذ نفسه، لأن سياس وجد نفسه بعد كل الجرائم التي ارتكبها في الساحل خلال مرحلة النضال من أجل التحرير، والتي ازدادت أضعاف عندما دخل إلى أسمرا نتيجة لنضالات الشعب الإريتري. هذه الجرائم لم تكن في الحسبان، لكن الجريمة الكبرى دلوقتي في هذه الأيام هي أنه بكل سهولة سلم هذا الوطن لإثيوبيا التي نادل الشعب الإريتري ضدها ما يقارب 50 سنة، 30 سنة منها في الكفاح المسلح حاملا بندقية الشهيد حامد إدريس عواتر التي أعلنها من جبال بركة ومن جبل أدال بالتحديد، وهو ورفاقه الميامين، ولم يخذلهم الشعب الإريتري. استمر النضال طيلة هذه السنوات، ولكن للأسف لم تكن النتيجة هي المرجوة. لذلك في هذه اللحظات يحس الإنسان بأنه لا بد من أن نستعيد روح عواته ورفاقه وروح كل المناضلين الذين روا هذا الوطن بدمائهم وأرواحهم الغالية، والشعب الإريتري الذي ضحى، نستعيد روحه ونقول لا لهذه المؤامرة الكبرى التي ما سياس فيها إلا كومبارس ينفذ ما كان يحلم به الأمريكان من أن إريتريا لن تصلح أن تكون وطن، والإنجليز معها ودلوقتي إسرائيل. فكل هذا يتطلب أن الشعب الإريتري يستعيد روح المناضلين الأوائل ويرفع وتيرة نضاله ويقول سياس كفى، ويستعيد المبادرة ليعيش الشعب الإريتري في وطن الوئام، وطن السلام، وطن المساواة، وطن الكرامة، والشعب الإريتري يستاهل كل هذا يعني. ولذلك أقول مرة ثانية كل سنة وأنتم طيبين، وإلى مزيد من النضال، وشكرا. إلى شعبنا الإريتري، إلى جماهيرنا المناضلة السامدة في كل مكان، يمر علينا اليوم العيد 57 لانطلاقة كفاحنا المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواته ورفاقه الأوائل، حيث أنه أطلق الطلقة الأولى في جبل أدال إذانا ببدء الكفاح المسلح، بعد أن خاض شعبنا نضالا سلميا لأكثر من 10 أعوام. هذا وقد استمر كفاحنا ل30 عاما، قدم شعبنا خلالها قوافل الشهداء ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكنا نأمل أن تنتهي معاناة شعبنا بطرد المستعمر، إلا أن الطغمة الحاكمة اختارت طريق آخر، وهو إخضاع شعبنا بالحديد والنار. وبعد 27 عاما من استقلال إريتريا، تمر علينا هذه المناسبة بتحدي جديد لم يكن في الحسبان، وذلك بعد إعلان إثيوبيا قبولها باتفاقية الجزائر والزيارات المتبادلة بين الإثيوبيين ورأس النظام، والذي أعلن فيه نهارا جهارا في إثيوبيا: إن من يعتقد أننا شعبين فهو واهم. نعم، نحن شعبين ولسنا شعبا واحد. عليه يجب أن نبذل كل ما نستطيع من أجل بقاء إريتريا حرة مستقلة، وهذا يتطلب منا التضحية بكل ما تعنيه الكلمة، شيبا وشبابا،
رجالا ونساء. عاشت إريتريا حرة مستقلة. شكرا. ذكرى الفاتح من سبتمبر سنة 1961 هي ذكرى عظيمة التي أعلن فيها الشعب الإريتري الكفاح المسلح بقيادة الشهيد حامد دريس عواتي بعد أن فشلت كل محاولاته السلمية للحفاظ على حريته وكرامته. كانت إريتريا ولا زالت منذ القدم محط أنظار للدول الاستعمارية القديمة والحديثة بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الممرات الدولية ومنابع البترول وإلى آخره. بعد جلاء الاستعمار الإيطالي لم تنجو من مطاردة عيون الدول الاستعمارية وعلى رأسهم أمريكا، حيث تم ربطها بالفيدرالية مع إثيوبيا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان هيمنتهم عليها وبربطها بإثيوبيا التي تعتبر حليفا أمينا لهم. هذا ومنذ الوهلة الأولى لتنفيذ القرار بدأت إثيوبيا تنتهك القرارات الفيدرالية وتقوم بتقويض صلاحيات البرلمان والحكومة الإريترية والدستور الإريتري. وهنا قامت جميع الأحزاب الإريترية في سنة 1953 وقطاعات واسعة من الشعب الإريتري بما فيهم من كانوا ينادون بالوحدة مع إثيوبيا لإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة بتقديم عدة مذكرات إلى المحكمة العليا والأمين العام للأمم المتحدة وإلى الإمبراطور هيلي سلاسي نفسه. وأرسل أيضا وفد خاص إلى الأمم المتحدة والذي أدخل السجن بعد رجوعه فورا. وهكذا قامت إثيوبيا بمزيد من الانتهاكات بقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية والسجن والقتل. ثم أنزل العلم الإريتري في سنة 1958 وألقيت شارات مؤسسات الحكومة الإريترية واللغات الرسمية، وقامت بفرض عملائها في البرلمان والحكومة الإريترية وطردت الوطنيين. وأخيرا قامت بمسرحية إلقاء الفيدرالية والتي ألقيت أصلا من الخمسينات مدعية بأن الفيدرالية انتهت مدتها وهي 10 سنوات كما يعتقد الكثيرون بذلك لإيهام الشعب في الوقت الذي لم يكن للفيدرالية سقف زمني محدد نهائيا. أما الأمم المتحدة التي لها الصلاحية لإلقاء الفيدرالية أو تعديلها كما تنص عليه وثائق الأمم المتحدة لم تحرك ساكنها. وهكذا وقعت إريتريا تحت الاحتلال الكامل لإثيوبيا أمام مرأى ومسمع العالم كله. وهنا لم يكن أمام الشعب الإريتري إلا المقاومة الاستعمار الإثيوبي، وتكونت حركة تحرير إريتريا ثم تلتها جبهة التحرير الإريتريا بعد أن منعت إثيوبيا جميع النشاطات السياسية لجميع الأحزاب الوطنية وصادرت كل الحقوق المنصوصة في الدستور الإريتري. هذا وبدأ الكفاح المسلح وواصلت الثورة طريقها إلى التحرير بعزم وصمود، وتحقق الانتصار بعد 30 عاما من النضال بتقديم تضحيات جسيمة مهرا للحرية والكرامة. وفي المرحلة الأخيرة من النضال سيطرت على الثورة قوة غير أمينة المتمثلة في سياسة زمرته التي خانت الشعب وحرمته من الحرية والكرامة، ويعيش حاليا في وضع مأساوي يهدد وجوده وكيانه. وأخيرا ما يمكن قوله بهذه المناسبة الجليلة هو أن الشعب الإريتري الذي هزم الاستعمار الإثيوبي وأعوانه وأرسى وحدته الوطنية عبر الكفاح المسلح قادر الآن أيضا على القضاء على نظام الخيانة والعمالة الاستبدادي، والفجر آت لا محال. المجد والخلود لشهداء التحرير، النصر للحرية والديمقراطية. عبد الله حسن.
يحل علينا الذكرى 57 لانطلاقة الكفاح المسلح. اليوم عندما نتحدث عن انطلاقة الكفاح المسلح نتحدث عن عدة محاور. المحور الأول هو محور الخيار، المحور الثاني هو محور المقصد، المحور الثالث هو المسار، المحور الرابع هو النتيجة. في حقيقة الأمر المحور الأول اختار الشعب الإريتري أن يلجأ إلى استخدام وسائل العنف الثوري، إلى وسائل التضحية، إلى وسائل العطاء لانتزاع حقه الذي ضاع نتيجة لمؤامرات الدول الكبرى، وحاولت طمسها من خلال ربطها مع نظام الكهنوتي البغيض الذي لم يتأخر في استخدام وسائل التفرقة واستخدام العنصرية واستخدام الإبادات واستخدام القتل والذبح والأسر. فلذلك الرد الأمثل كان هو الخيار، اللجوء إلى الخيار. هذا الخيار جاء استجابة لرغبات، جاء استجابة للواقع، ولأنه استحال أن تجدوا حقك دون أن تدفع له ثمنا يستحقه، وهذه الثمن كان الشعب الإريتري دفعه بكل إخلاص، دفعه بكل أمانة، دفعه بكل اقتناع. فلذلك الخيار كان هو خيار صائب، خيار ثوري، خيار وطني، خيار تحرري. فلذلك هذا كان الخيار، اللجوء إلى هذا الوسيلة استجاب له الشعب الإريتري وكان خيارا واقعا وعمليا. المحور الثاني المقاصد. المقصد هو لماذا نختار، يعني لماذا نحن مش دعاة الحرب ولا قتل ولا قتال، ولكنها من أجل وصول إلى غايات نبيلة، منها التحرر والانعتاق، العدالة، إشاعة السلام، إشاعة المساواة، إشاعة الأمن، إشاعة الوفاق، إشاعة التطور والتنمية، إشاعة تحديد الحروب لشادد الشعب الإريتري اللي تواجهه حرب ضد المجاعة وضد الجهل وضد الفقر، والذي ترسخ بأسوأ صورها اليوم. ونحن كان مقصدنا لمحاربته، كان مقصدنا لإزالته، ولكنها اليوم يتأكد لنا ترسيخه. ترسخ الجوع، ترسخ الجهل، ترسخ، بل أسوأ من ذلك، يعني إن الهجوم، الهجرة، انتزاع الناس من أرضها، من هويتها الذي كانت تطمح إليها. فلذلك المقصد كان الهوية. هذه الهوية الليلة أمام الامتحان، أمام التراجع، أمام التآكل، أمام التآمر. وهذا التآمر لم يبدأ اليوم، لو رجعنا، لو تابعنا، هذا التآمر بداها مع بداية الثورة، وبالذات في السبعينات عندما نشطت جبهة التحرير الإريترية، عندما وجهت الضربات لمراكز الاستعمار الغرب الإسرائيلي الأمريكي. المرة دي بدأت يعني تتصل بعض العناصر، يبحث عن حلول حتى لا تفرض هذه الثورة واقعا جديدا في منطقة. فلذلك لجأوا إلى وساطات، إلى توسيط، منها خلق على جناح سلف ناصنت كأحد أدوات تعطيل وضرب الاستغلال الإريتري، الحرية الإريترية والهوية الإريترية. وما قاله بالأمس مسفن حقوس ما كان إلا قيد من الفيد،
ونحن كنا نقولها أكثر من كده، وإن كان لم نشهد عليه شخصا. فلذلك وأحس في الأيام دي اللي جاء، والشيء اللي شفناه بشكل واضح كان أيضا يدل على هذا الشيء. فلذلك المقصد كان هذا الشيء، الحرية، وفي الختام هو الهوية الوطنية. بنا وطن يحتضن يحوي كل المكونات، كل ألوان الطيف الإريتري، شعبه بقبائله بعشائره بكل ما يملك. المسار، هذا المسار لم يكن أمامه طريق مفروشا بالورود. هذا المسار كان أمامه تحديات، هذه التحديات الداخلية، هذه التحديات الإقليمية، هذه التحديات الدولية. وأسوأ شيء إنه عدم الوعي، عدم القراءات الاستراتيجية، فقدان الاستراتيجيين، فقدان الأخفياء، فقدان المخلصين، تقليب المصالح الفردية، تقليب المواقع الفردية على مواقع الجماعة، على مواقع الوطن، على مواقع النضال. هذا السرى أدى إلى انشقاقات، نتيجة لمناكفات، نتيجة لاحتقارات ولا نظرات دونوية وإلى آخره. أحد المسارات الذي أثرت في تسريع الانتصار. فلذلك كان المسار متعرجا، كان المسار متذبذبا. مع ذلك الغاية كانت واضحة، الوصول إلى الغاية استسخرت كل ما كان حوله، ومع كل مؤامرات، ومع كل ضغوطات، ومع كل مصايب اللي حصلت ضد الثورة الإريترية من داخلها ومن خارجها. النتيجة رحل العدو، رحل الاستعمار، دخلت قوة أقبح من الاستعمار، أسوأ من الاستعمار، أبقد من الاستعمار على الشعب الإريتري. قوة متخلفة في التفكير، متخلفة في تصور، حاقدة في علاقاتها. وهذه القوة التي بالنتيجة الاستغلال تحقق في يدها، مع في القوس الاستغلال في قوس في يدها. مجرد خروج العدو الاستعمار، ولكنها دخل أسوأ من الاستعمار. والشعب الإريتري عانى وما زال يعاني أسوأ من الاستعمار وحتى هذه اللحظة. فلذلك ما حصل هنا لا يحتاج مننا إلى تفصيل التفاصيل. وبينما مجرد أن النتيجة كانت ليس هي التي انتظرناها ولا انتظرها ولا ضحينا من أجلها، ولذلك جاءت خلاف كل توقعات، كل رغبات. الخيار الثاني الخامس، المحور الخامس، الخيار الثاني هو التمسك بالمقاومة، التمسك بالوحدة، التمسك بالهوية، رفض التزعزع، التصدي لكل تحركات اللي اتملأت بها المنطقة أسماء ومسميات ومشاكل. ولذلك مع كل أسف هذا الخيار أيضا يبقى كخيار الخامس ومستمر وحيوي ولم ينتهي بعد. فلذلك تحية لسبتمبر، وتحية لشهدائنا، تحية للشعب الإريتري. فلنتقدم إلى ساحة الشرف، إلى ساحة الكرامة، إلى ساحات العطاء. كفاية ما عانيناه من التخلف، كفاية ما عانيناه من التشنج، كفاية ما عانيناه من التنافر. فلذلك هذا الخيار يجب أن يكون في هذا الاتجاه. وتحية لكم. قصيدة بعنوان حنين الشهداء. الشهيد نجمة الليل التي ترشد من تاه عنه الطريق، الشهيد رمز الإيثار، كل قطرة دم سقط نخيل الوطن فارتفع شامخا، كل روح شهيد كثرت قيود الطواقيت، وكل يتيم قثلت دموعه جسد أبيه الموثم بالدماء. هناك أناسا سمعوا إن الوطن قال فباعوه، متى من طول نفك تستريح، سلاما أيها الوطن الجريح، علمني وطني
بأن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود وطني. يوم الشهيد وما الخيال بسادر، بئس الخيال تقوده الأوهام. يوم الشهيد طريق كل مناضل، وعد ولا نصب ولا إعلام. ستطير في أفق الكفاح سواعدا، وتطيح في سوح الكرامة هام. تبا لدولة عاجزين توهموا أن الحكومة بالسياط تدام. والويل للماضين في أحلامهم، إن فر عن حلم يروع منام. وإذا تفجرت الصدور بقيزها تتفجر الألقام. إني ليخنقني الأسى ويهزني ما لاح طفل يحتبي وغلام. علما بأن دمائهم ليست لهم، وبأنها للجائعين طعام. يوم الشهيد بك النفوس تفتحت وعيا، كما تتفتح الأكمام. حملوا الرصاص على الصدور وأوقلوا، حملوا الرصاص على الصدور وأوقلوا، فعلى الصدور من الدماء وسام. يوم الشهيد وكل يوم قادم، سطريه كيف الجود والإكرام. وأتى زمان من مكارم أهله، السجن والتشريد والإعدام. يوم الشهيد وما تزال كعهدها، هوج تدنس أمة ولئام. هوج تدنس أمة ولئام. مصطلحات ودلالات. مصطلحات ودلالات برنامج يعنى بشرح معاني بعض العبارات في علوم السياسة والإدارة والقانون والاجتماع والاقتصاد من منظورها اللغوي ومضامينها الاصطلاحية. وإلى حلقة اليوم من هذا البرنامج. الديمقراطية. تعرف الديمقراطية بأنها منهج ونظام لإدارة الدولة وشؤون الحياة في الدول والعلاقات، وتعتمد على أساس واحد هو حكم الشعب نفسه بنفسه، من منطلق أن الشعب هو أساس كل شيء وهو مصدر السلطة وأساسها. أما معنى كلمة ديمقراطية في الواقع الاجتماعي فتعرف بأنها نظام اجتماعي متميز له خصائصه وبنيته الاجتماعية والثقافية والسياسية والفلسفية والتربوية، حيث يستمد بنيته السياسية من تداول السلطة وحكم الأكثرية. وقد ظهر هذا النظام بعد الثورة الفرنسية.
أنواع الديمقراطية. الديمقراطية المباشرة. يركز هذا النوع على أن الشعب هو مصدر السلطة وهو من يمارسها، فلا وجود لسلطة الحكام أبدا، حيث كان الشعب يحدد يوما واحدا في السنة يجتمع فيه لإقرار القوانين والأنظمة وتعميمها على الجميع، ليقوم بعد ذلك بتطبيق هذه القوانين دون وجود أي عوائق تعرقل تنفيذها، فهي تسري على الجميع وعلى كافة فئات الشعب. ولقد طبق هذا النظام في المدن اليونانية القديمة، وخصوصا في أثينا وبعض المقاطعات الصغيرة في سويسرا. الديمقراطية غير المباشرة. ظهر هذا النوع من الديمقراطية بسبب الانتقادات التي وجهت للديمقراطية المباشرة وصعوبة تنفيذها وتطبيقها، فظهر هذا النوع من الديمقراطية والتي يبقى فيها الشعب مصدرا للسلطة، ولكن عليه أن يختار من يمثله وينوب عنه في تنفيذ مهام السلطة، فيما يسمى بالسلطة التشريعية، والتي تسن التشريعات والقوانين والأنظمة. وهذا النظام هو الأكثر تطبيقا في عدد كبير من الدول في شتى أنحاء العالم، ولا زال يطبق إلى الآن. الديمقراطية شبه المباشرة. في هذا النوع من الديمقراطية تظل العلاقة قائمة بين الشعب والنواب، حيث يستطيع الشعب إزالة النواب المقصرين وإعادة انتخاب آخرين كممثلين عنهم دون تدخل مباشر من الحاكم. وتطبق الديمقراطية شبه المباشرة في سويسرا وبعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية. خصائص الديمقراطية: يختار الشعب ممثليه في السلطة بإجراء انتخابات عامة في ظل القانون. يسن النواب القوانين والأنظمة وممارسة الحكم دون النظر لأي فوارق عرقية أو طبقية أو طائفية. تحفظ حقوق المعارضة وتحفظ حقها في التعبير عن الرأي دون التعرض لأي اضطهادات من أي نوع. تكفل الحريات العامة للشعب كحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الاجتماعات والقيام بالمظاهرات ضمن حدود القانون. تضمن وجود دولة القانون التي تقدر وتكفل حقوق أبناء الشعب وتسعى للمساواة بينهم. تراقب سلطة الحاكم وتحد من القرارات المجحفة في حق الشعب من خلال وجود آليات للدفاع عن حقوق المواطنين. تضمن عدم الجمع بين مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ترسخ مبدأ الدستورية بمعنى أن الجميع تحت سلطة الدستور، الحكام والشعب، وهو المرجع الوحيد لسن القوانين وإقرار القرارات وحل الخلافات. تناضل جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية من أجل إيجاد نظام سياسي مبني على مبادئ الديمقراطية وإلى مجتمع
ودولة ديمقراطية تضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة الشخصية للمواطنين بموجب دستور يصادق عليه الشعب بإرادته الحرة. من البرنامج السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، نحن العذابات شربناها، كنا من أجل مصلحة الملايين، كنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. على الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. قال العلم الأمة قد دمت طويلا، قال العلم الأمة قد دمت طويلا، قال الفلاح قد دمت أسيرا، قال الراعي أبدا قد عشت ذليلا، قالوا هيا 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 نبحث عن فجر جديد، ما من أجل مصلحة الملايين، ما من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. على الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61.
والستين. لا 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 على الأمة انتصار المبين. قولوا لا 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 على الأمة انتصار المبين. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين. ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا. وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة الواحد من حزبنا. على الله على الله على الله ثورة الواحد من حزبنا. بهذا مستمعينا الأفاضل نصل بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.